خاطر بس احطك في طريقه التفكير الصح. الناس اللي هتبقى ضد هتبقى اكتر بكتير. يعني اي حاجه ليها قيمه في حياتك انت هتحاول تعملها، هتلاقي مثلا ممكن لو انت عندك 100 شخص حواليك، او مثلا 100 شخص مثلا عرفوا الموضوع حتى لو هم مش اصدقائك، هتلاقي مثلا ممكن 10 20 مدعمين، 70 سوري 80 90 ضد. او مثلا بتاع ده بيحبطوك. فبناء عليه لازم تكون دايما انت وانت داخل المواضيع دي كلها عارف كويس جدا داخليا ان يبقى فيه هجوم عليك، عارف كويس جدا ان ممكن يبقى في ناس ضد رايك، وعارف ان في ناس مستنيه مثلا انت تقع، مستنيه ان انت تفشل، مستنيه انت تعك عشان يقول لك اهو شفتوا الدنيا عكت معاه عشان كده انا ما بفكرش بالطريقه دي. لازم تكون حاطه في دماغك، وما تستناش ان انت تلاقي دعم مثالي من الناس، لان انت لو فضلت مستني في مكانك لغايه لما تلاقي دعم مثالي من اغلب الناس اللي حواليك او حتى الناس اللي ما تعرفكش، يبقى انت هتفضل مكانك على طول. وافتكر دايما ان انت عمرك ما هتقدر ترضي كل الناس، حتى لو انت بتتكلم في حياتك الشخصيه.